السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. شخص يعترف بأن في فترة الغزو كان خارج الكويت وعاد ودخل الكويت ليخرج أهله ثم هربوا جميعا إلى الخارج. لك أن تتخيل بأن هذا الشخص الهارب ينظر ويقيم شهداء البدون الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن بأنهم لا يستحقون الجنسية بل يستحقون شهادة عرفان. يعني أنت مجنس وهارب ومالك أي صفة حكومية حتى تقول هذا يستحق أو هذا لا يستحق، وفوق هذا منو عطاك الإذن أنك تتدخل في الأمور السيادية؟ وأعجب من الحكومة شلون ساكتة عنك أنت وأشكالك. الظاهر والعلم عند الله أن حنا في آخر الزمان اللي يتحدث فيه الرويبضة، لكن الواحد شو يقول؟ الروس نامت والعصاعص قامت. السلام عليكم.